المحلية ومن خلالهم المجتمع المدني وكذلك المنتخبين الذين لولاهم لما يعني المكتب لما استطاع ان يخرج هذه المشاريع الى صوب الوجود. نحن بالمدرسه الرئيس على ابواب العلاقه ديالنا على ابواب يعني الانطلاقه الفعليه للمشاريع، لا من ناحيه المسح والشرب ولا كذلك من ناحيه تطبيق الصيد. لا كنشكرهم بهذه المناسبه هذه، كنشكر الحضور الكريم وادعي فرصه الاخوان باش نقولوا شيء في البرنامج باش نقولوا شيء. شكرا. شكرا سيد المدير. اخر كلمه للسيد ممثل الوكاله البلجيكيه للتعاون، فليتفضل مشكورا. السيد باشا مدينه طنطا، السيد رئيس المجلس البلدي بمدينه طنطا، السيدات والساده المستشارون والمستشارات الجماعيه والجمعيات، الساده والسيدات ممثلو المجتمع المدني في المدينه. ايها الحضور الكريم، نظرا للاهميه البالغه التي اضحيت فيها التواصل في مواكبه مختلف مراحل انجاز المشاريع التنمويه، كان لزاما على الوكاله البلجيكيه للتعاون دعم البرنامج الوطني للتطهير السائل عبر إحداث برنامج دعم تقني للبرنامج الوطني للتطهير السائل الملقب اختصارا أفضل. هذا البرنامج يصبو إلى خلق ديناميكية ترقى لحجم الاستثمارات المرصودة والمجهودات المبذولة في إنجاز وتقوية شبكة التطهير السائل ومختلف المنشآت المرتبطة بها من خلال بلورة استراتيجية تواصلية متكاملة وشاملة